يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده يوم جميل وهنعمل مع بعض طريقه الجمبري الكريسبي. هقولك النهارده على بعض التريكات اللي انت تطلعي بيها الجمبري كريسبي، وكمان الطبقه ما تفكش من الجمبري وتبقى متماسكه جدا، وهنديكي كمان لون حلو قوي للجمبري اللي هو اللون الذهبي الجميل. لايك بقى وشير واشتراك معايا، علشان كمان هنعمل لكم شويه شوربه جمبري في منتهى الجمال، الشوربه الكريميه جدا اللي طعمها كده ملوش حل. يلا بينا نبدأ الحلقة. اول حاجه بنبدا بتنظيف الجمبري. هنا انا نضفت الجمبري كويس جدا. ده معايا نص كيلو من الجمبري. طبعا ممكن تجيبي الجمبري كده بيكون جاهز التنظيف، او ان انت تجيبيه في البيت. اهم حاجه ان انت تحوشي الكيس الرملي اللي هو موجود في الظهر ده وتنضفيه كويس جدا. كده نضفنا الجمبري وبقى جاهز معانا ان احنا نعمل مع بعض التتبيله. هنا عندنا نوعين من التتبيله، هنعمل اولا التتبيله السايله وبعد كده نعمل مع بعض التتبيله الجافه. عندنا هنا بقى طبعا في معون كبير، او ان احنا نجيب بوله نظيفه ونبدا نحط عليها بيضه، معلقه صغيره من الملح، عندنا كمان معلقه كبيره من بهارات السمك، معلقه من السبع بهارات، عندنا كمان كركم، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، عندنا بابريكا، عندنا توم باودر، بصل باودر. كل انواع التوابل اللي انت ممكن تحطيها متاح ليكي ان انت تحطي كل انواع التوابل للسمك. ضفنا كمان هنا حاجه ودي اختياريه، معلقه كبيره من الخردل، ودي طبعا لو مش متوفره فبنبدا ان احنا نستغنى عنها تماما. عندي كمان الحاجه اللي انا بحبها جدا، معجون الصلصه الخضراء وكمان معجون الصلصه الحمراء، وده يبقى موجود في السوبر ماركت الكبير، بيبقى مش موجود في اي سوبر ماركت يعني. ده مخصص طبعا للاسماك، انا بحبه جدا، احطه للسلطات، بحطه للاسماك لما بحس ان هي عايزه تتبل كويس جدا من بره كده. فبحب قوي ان انا احط منها كل حاجه معلقه. هنضيف كمان عندنا 3 معالق كبار من الدقيق، عليهم معلقه من النشا، وننزل بقى بنص كوب من الميه. قلبناها كويس جدا. هنا انا حسيت ان التتبيله بقت خفيفه شويه، فبدات ان انا احط عليهم معلقتين كبار من الدقيق، علشان انا محتاجه التتبيله بتاعتي تبقى تقيله شويه، بحيث ان انا لما احط الجمبري واطلعها تبقى متشربه جدا، وبتبقى التتبيله ماسكه كل الجمبريه كده. لما نحطها في التتبيله الجافه بتشيل كمان كميه، وبتعمل لي طبقه حلوه جدا كريسبي كده، بتبقى طعمها حلو. هننزل بقى بالجمبري بتاعنا بعد ما غسلناه كويس جدا، ونقعناه كمان في شويه خل كده ومعلقتين من عصير الليمون، ونبدا ان احنا نشطفهم مره تانية. اهم حاجه في الموضوع ان انا اغلف كل الجمبري زي ما انتم شايفين. هسيبه بقى كده ونركنه على جنب لحد ما نجهز مع بعض التتبيله الجافه. عندنا هنا بوله نظيفه او صينيه، اهم حاجه تكون الحرف بتاعها يكون عالي شويه علشان ما تبهدليش الحاجه وانا بقلبها. عندنا كوب من الدقيق، عندنا كمان كوب من النشا، كوب كامل من البقسماط، وده اختياري، حابه ان انت تجيبي بقسماط تجيبي فيجيتار، المهم ان انت لازم تحطي طبعا بقسماط علشان بيديكي قرمشه حلوه. معلقه من البابريكا، عندنا كمان معلقه من الزعفران او الكركم، علشان طبعا لون الجمبري بيخلي اللون بتاعه كريسبي جدا، لونه ذهبي قوي، وكمان بيديله فايده عندنا. معلقه كبيره من الثوم البودر، وهنقلب بقى كل التتبيله دي مع بعضها كده. دي تنفع لكل انواع السمك مش للجمبري بس. هنجيب بقى الجمبري، تقدري ان احنا نحط التتبيله دي في علبه مغلقه، وبحط الجمبري وبنهزه كده او بنقلب العلبه بتاعتنا، فبتيجي تفتحيها بتلاقي كل الجمبري متغلف من غير ما نحط ايدينا وانا ببهدل ايدينا. لكن هنا انا لقيت كميه صغيره، فمش محتاجه ان انا ابدا ان انا احطها في علب ولا حاجه. انا بغلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عادي جدا. اهم حاجه ان انا اغلفها من كل الجوانب، وبعد كده ببدا ان انا اخد الجمبري اللي احنا طبعا تبلناه، نركنه كده على جنب في نفس الصينيه، وبعد كده بنبدا ان احنا نحط بقيه الجمبري. غلي فيه بقى بالطريقه اللي انت شايفاها دي، وبعد كده نحط بقيه الجمبري وبرده نكمل تغليف فيها ونخلص كل الكميه. اهم حاجه ان هي تكون جاهزه، ممكن انت تشيليه بتتبيلته في الفريزر، وقت ما تعوزيه بتطلعيه. انا بحب برضو لما يكون عندي كميه جمبري كبيره او كتيره، بحب اغلفها كلها واحطها في الفريزر، وبتنزل على طول او بطلعها على طول على القلي.
هنا بقى الزيت، هننزل بزيت غزير على درجة عالية، ونبدأ ان احنا ننزل بالجمبري بتاعنا. اهم حاجة منحطش كمية كتيرة، يعني نخلي كده مسافة ما بين كل واحدة والتانية، علشان اولا الكفر بتاع الجمبري ما يخرجش مني. تاني حاجة ما بقلبوش على طول، بسيبه كده حوالي 5 دقايق، وببدأ ان انا اقلبه. اول ما تحسي ان هو اخد اللون الاصفر من الجوانب، وبقت الجمبري كده اتغير اللون بتاعها للون الذهبي، هنبدأ على طول ان احنا نقلب الجمبري بتاعنا. لو جينا الفيديو لحد هنا ما ننساش نحط بصمتنا الجميله كالعاده، علشان يوصل لكم مني كل جديد، وانا واثقه ان انتم ما حطيتوش البصمه. فاتمنى منكم بجد ان انتم تشاركوني فرحتي بان الفيديو يعلى ويوصل لاكبر عدد من المتابعين. هنا انا قلبت الجمبري زي ما انتم شايفين كده، ما اخدش مني حوالي 5 دقايق على كل جنب. ونبدا بقى ان احنا نخرج الجمبري بتاعنا. الجمبري حلو جدا، لونه جميل، ريحته حلوه قوي، وكمان ما بياخدش منا وقت كتير او وقت طويل. طبعا بنخرجه الاول على المصفى ونصفي منه الزيت تماما، وهنطلعه على مناديل المطبخ لحد ما نخلص كل كميه. اظن بقى طبعا الفيديو بيتكلم عن نفسه، والطريقه هنا سهله جدا، ما اخدش مني وقت كتير. تقدري كمان ان انت تعمليه في حاجه اقل من كده. يعني انا بحب دايما لما بقلي حاجات او مقليات زي بطاطس زي جمبري، بحب ان انا احطها في حله، بقلي في حله دايما. خلصنا الجمبري ونبدا بقى نعمل مع بعض طبق شوربه كده. شوربه الجمبري الكريميه حاجه كده خرافيه بجد. عندنا نص لتر من الحليب، عندنا قشطه، عندنا كمان بصل مبشور، وطبعا التوابل كالعاده ملح كمون فلفل اسود وبهارات سمك وشويه كده من الجمبري. هنبدا بقى نعمل الاول الشوربه. جبنا حله على النار فيها كده معلقه من الزبده، واول ما الزبده تسيح بالشكل ده نبدا ان احنا نحط على طول كميه البصل. طبعا شوربه الجمبري مفيده جدا، ناس كتيره ما تعرفهاش، لكن حقيقي انا بحبها بعشقها بجد. طعمها بيبقى مختلف تماما. يعني احنا بنسيب الجمبري الاول اللي هو الكريسبي، ونبدا ان احنا نشرب الشوربه، لان هي فعلا بيبقى طعمها حلو قوي. هنبدا بقى ان احنا نقلب البصله لحد بس ما الريحه تطلع كده، ننزل على طول بالجمبري بتاعنا. هنا طبعا انا ما كترتش الجمبري، لان انا هعمل طبق مش اكتر من كده او طبقين بكتيره، علشان طبعا كميه الجمبري ما كانتش معايا كتير. اول ما ننزل بالجمبري نديله تشويحه كده بسيطه، وما بياخدش منا وقت على النار. وكمان هننزل ب 3 فصوص من الثوم، عليهم طبعا قرن فلفل، وهرستهم كويس جدا في المطحنه. وبعد كده ننزل بالتوابل زي ما انتم شايفين، ملح كمون فلفل اسود بهارات سمك، ومعلقه صغيره جدا من الثوم البودر. قلبناها كويس جدا مع الجمبري حوالي كده 5 دقايق، لحد ما تحسي ان الجمبري ما شاء الله استوى تماما. ننزل هنا بقى معلقه من او معلقتين من الدقيق. طبعا انا حطيت معلقتين من الدقيق وقلبناهم. اول ما بتحطي دقيق بالشكل ده بتحسي ان كله كده كلكع مع بعض، ما تقلقيش بقى. هنعمل ايه؟ هننزل على طول بالحليب. اول ما يكلكع معاكي بالشكل ده انزلي بقى بكميه الحليب بتاعتك. هنا نزلت بنص لتر من الحليب، وكمان حطيت عليه حوالي كوب من الميه. يعني انا كنت جايبه الحليب ما كنتش مكتره فيه، لكن حسيت ان هو يبقى تقيل شويه. فلما تحسي ان الكريمه معاكي تقيله قوي، فتنزلي على طول بنص كوب كمان من الميه. قلبته كويس جدا لحد ما بقبق معايا بالشكل ده كده. الشوربه ما شاء الله بقت جاهزه. هننزل على طول بقى بالكريمه اللي احنا كنا عاملينها، او هنزل لكم الفيديو بتاعي الكريمه اللي هي الكريمه البيتي ب3 مكونات بس، طعمها كده فوق الرائع بجد. قلبنا بقى مع بعض لحد ما تبقبق معاكي بالشكل ده كده. الكريمه بقت جاهزه، او شوربه الجمبري بقت جاهزه. حاجه كده ريحه خطيره جدا، طعمها حلو قوي كده. طبعا حطيت الجمبري في اطباق، او حطينا كده شويه من الخضره وليمون. وهنا ما شاء الله غرفنا الشوربه بتاعتنا، وكده الجمبري بقى جاهز. وجبه متكامله مش محتاجه كلام. اظن اللون او الشكل بيتكلم عن نفسه، حاجه في منتهى الجمال بجد. اتمنى ان شاء الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، يكون خفيف على قلبكم، وبتمنى منكم بجد ان على قلبكم قدمت لكم حاجه النهارده تكون سهله وبسيطه. اشوفكم بقى في حلقه جديده، فيديو جديد من حلقات هبه تي في. باي باي.